مين فينا مش عايز ابنه يكون سعيد؟ بس في سؤال اهم من ان انا اسال ازاي ابني يكون ناجح، الاهم ان اسال ازاي ابني يكون سعيد. في هولندا سعاده الاطفال مش حاجه جانبيه، مش هدف جانبي، ده الاساس اللي بتتبني عليه كل التربيه. وعلشان كده هما بيبصوا للطفل ان هو مش مشروع نجاح، مش وسيله لتحقيق احلام الكبار، لا، هو انسان ليه مشاعر وليه احتياجات، ولو انا احترمته فعلا هيكبر واثق من نفسه. السعادة عند الهولنديين معناها الأمان، والبيت مكان للطفل يحس فيه إنه مقبول حتى لو غلطان. الغلط عندهم مش معناه الفشل، الغلط عندهم معناه التجربة. كمان السعادة عندهم معناها روتين، مواعيد نوم ثابتة، أكل مواعيده منتظمة، يوم متوقع. اليوم اللي معروف روتينه عند الطفل ده مش ملل، مش يوم ملل، ده يوم يحس فيه بالأمان والراحة. السعادة عندهم ان الطفل يكون مسموع، يسمعوه حتى لو ما نفذوش كل طلباته، يحترموا مشاعره ويعلموه ازاي يحترم غيره. الهولنديين ما بيضغطوش على الاطفال بدري، اللعب عندهم جزء اساسي من التربية مش تضييع وقت. الطفل بيتعلم في اللعب اكتر من الحفظ، لان ده كمان بيكون شخصيته. المدرسة مهمة لكن هي مش كل حاجة، في وقت للعب، في وقت للراحة، في وقت للعيلة. هل ده معناه ان احنا نقلدهم في كل حاجة؟ لا، لكن نقدر ناخد منهم الجزء اللي يناسبنا، نقلل ضغط، نهتم بالنوم، نسمع اكتر، ونديهم الاحساس بالامان. الطفل السعيد عندهم مش مدلل ولا ضعيف، الطفل السعيد عندهم متوازن، واثق، وجاهز للحياة.